ومسلسلنا بيبدأ مع ميانغ وهي مع أمها في موعد مدبر، وصاحبة أمها الأنتيم بتقول لمامتها يا سلام لو كان عندي بنت عاقلة وهادية زي ميانغ كده. فأمها قالت لها وماله يا أختي ما تتعزش عليكي. وبيمر الوقت وبيدخل يانغ سون وبيسلم عليهم وقعد، وبدأت الحاجة شي تمدح في ابن صاحبتها وكانت مخبية ابنها الهايل ده فين. والأمهات بدأوا يلعبوا على نغمة القرب. قال ايه ميانغ عايشة في منطقة قريبة من يانغ سون، فاقترح عليهم ان يانغ سون يبقى السواق الخاص بتاعها، وهي بتبقى قاعدة مستنية رده بس هو مش بيرضى يدي اي اجابة واضحة. وسابوهم يقعدوا مع بعض شوية، واول ما طلعوا يانغ سون اخد المبادرة وسألها هو انتي عاوزة تتجوزيني؟ لو عاوزة انا ممكن اتجوزك، وكأنه بيعطف عليها يعني. فبتفهم ان هو كمان مجبر على الجوازة دي او مش عايز الرفض يجي من عنده، فبتوافق على الجوازة علشان تجيب اخره. او بيبان على وشه ان خطته فشلت فبيغير الخطة، او بدأ يوترها علشان تغير قرارها. وده جواز مش لعب عيال وفكري كويس. بس خطته دي كمان بتفشل لانها بتفضل ثابتة على قرارها. فبيجي لها دغري بقى وبيقول لها بعد الجواز ما تتوقعش مني اي حاجة. فبتسأله يقصد ايه بالكلام ده؟ فبيقول لها شروطه على امل ترفض الجوازة، واول حاجة هي ان كل واحد فيهم يصرف على نفسه ويعيشوا في نفس البيت بس ملهمش دخل ببعض، وممنوع الخيانة، واي واحد فيهم ليه حق طلب الطلاق في اي وقت. فسألته لو كان ليه في الرجالة، فبيتصدم وبيقول لها لا مش أنا الشاب اللي في بالك خالص. فبتسأله تاني لو عنده مشكلة نفسية أو جسدية، فبيرد عليها إنه لأ برضه. وآخر سؤال ليها كان لو في بنت في قلبه ولا لأ، فمش بيقدر ينكر. وهي من جواها بترتاح لأنه كان صريح معاها، وبتوافق برضه على الجوازة. بس هو بيعرفها إنه بلاش تتسرع ومعاها 3 أيام تفكر براحتها. وبعد شوية بيبقى قاعد مع صاحبه في نادي بيلعبوا، بس كل اللي كان شاغل باله وقتها كانت قعدته معاها. وفي أثناء اللعب خصمه بيبقى واثق جدا إن هو اللي هيفوز. فيانغ سون بيبص على ورقه، وبرغم إنه عارف إن ورقه مش هيكسبه إلا إنه بيراهن بكل اللي معاه، فبيتوتر خصمه وبينسحب. أو بيبقى مستغرب إن دايما خطته بتنجح، طب اشمعنى ما نجحتش معاها وتوترت هي كمان وانسحبت. وبعد 3 أيام بيتقابلوا، وبتبدأ تقوله إن هي لسه عند قرارها، وهو بيكون لسه متوتر في قراره. فلما بتلاقيه كده بتعرفه إنه قدامها 10 دقايق لو ما جابلهاش العقد هتمشي. فبيبعت لها العقد، وأول ما بتشوف البنود في العقد بتتفاجئ إنه مغير كل الشروط، وهي إن هو اللي هيشيل كل المصاريف حتى مصاريفها، وده عكس كلامه في الأول. فبتشوف إن هو راجل مسؤول وبيوقعوا على العقد. وتاني يوم بيبقى قاعد هو وأهله مع أهلها عشان يتفقوا على تفاصيل الخطوبة والفرح. فحست إن هو مش واخد راحته في القعدة، فاستأذنت منهم يطلعوا برا شوية، وهو ما بيصدق. وهما برا بتقوله يلا عد الجمايل أنقذتك، فبيشكرها. وهي بتقوله تعالى نتراهن مين فينا هيرفع دعوة طلاق على الأول. فبيعرفها إنه ممكن ياخد القرار بعد 6 شهور مثلا. فبترد عليه لا يا بابا محدش يقدر يطلقني، أكيد أنا اللي هاخد القرار. والكلام ده خلاه يفتكر حبيبته وقت ما انفصلت عنه. وبعد شوية بتبقى قاعدة مع صاحبتها، ومينا بتضربها علشان لسه فاكرة تقولها إنها هتتجوز، بس بتفرح لها برضه وبتقولها يلا أهو ما تفضليش سنجل طول عمرك وعايشة على ذكرياته. فكلمتها دي فتحت جروح الماضي وعرفتها إنها ما عادتش هتستناه تاني. وعلى الجانب التاني بيبقى قاعد مع صاحبه وبيعرفه إنه ما عادش يجي بيته تاني علشان خلاص هيتجوز. خشين استغرب ايه سلق البيض ده انت لو رحت ترتبط هتاخد وقت اكتر من كده. بس بيفرح له برضه بانه بدأ ينسى يوان. وفي نفس الوقت بتبعت له انهم هيتقابلوا بكره علشان امها حجزت مع واحد ينظم الفرح. وتاني يوم بيوصل متأخر، فبتصغر له كده بس مش بتتكلم. وبيجي المنظم علشان يتفق معاهم على التفاصيل، وكل ما ينكس وكيجي يتكلم يسكته لانه كمان جاي متأخر وليه عين يتكلم. والاتنين بيكونوا طهقوا خلاص من رغيه، فبتشاور له علشان يرن عليها بسرعة، وبتعمل انهم لازم يمشوا حالا. وما بيصدقوا هربوا منه. هو بيقول لها يا نهار ابيض امال هنعمل ايه في صور الفرح؟ ده الموضوع طلع كبير قوي، بس الموضوع ممتع برضه مش صح؟ فيا عيني بتحبطه وبتمشي. بيمر الوقت وبيبقى قاعد في شركته، وبتوصله رسالة من أصحابه إنهم من زمان ما تقابلوش، فإيه رأيه لو يتقابلوا؟ والكلام ده بيخليه يشوف حبيبته لو كانت شالت الحظر ولا لسه. بيفتكر زمان لما انفصل عنها علشان ما كانش فيه بينهم تكافؤ لا في الفلوس ولا في التفكير. بيعرف أصحابه إنه هيجي التجمع على أمل يشوفها. بعد شوية بيقابل أصحابه بس مش بيلاقيها. واحد من أصحابه بيسأله هي حبيبتك ما جاتش معاك ليه؟ فعرفه إنه يخليه في نفسه، وبيسيب القعدة كلها وبيمشي.
ولما بيطلع بيرن عليها بس بيلاقيها لسه عاملاله بلوك. على الناحية التانية بتبقى واقفة ميانغ تتفرج على فستان الفرح، وده بيفكرها بحبها الأول لما عرفها إنه هيسافر ولما يرجع هيجيب لها أحلى فستان ويتجوزوا. بتوصل مينا في الوقت ده علشان يختاروا فستان الفرح، ولما بتجرب الفستان بيطلع حلو قوي عليها والكل بيمدح في جمالها، بس هي مش بتبقى مبسوطة وصاحبتها بتحس بوجعها فبتحضنها علشان تواسيها. وتاني يوم بيروح شين علشان يشوف صاحبه بالبدلة، بيتفاجئ بمينا. من شتايمهم لبعض بنعرف انهم ارتبطوا يوم واحد، وبعدها عملت له حظر واختفت. الموضوع ده كان مضايقه جدا وحاسس في نفسيته، وبدأ الموضوع يتطور بينهم من شتيمة لضرب وشد شعر، والعاملة واقفة تصوت وهم قاعدين يعجبوا في بعض. بتطلع ميانغ بالفستان وهو بالبدلة على المنظر ده، فبيسيبوا بعض وبيستغربوا انهم يعرفوا بعض، فبينكروا معرفتهم ببعض وبياخدها ويمشي. وبعد شوية بيبدأوا ياخدوا صور الفرح وبيبدأوا يعرفوا انه يحط ايده على وسطها ويقربها منه، ولما بيخلوهم ياخدوا صورة بيبقوا فيها قريبين من بعض بتتوتر من قربه ده، وعلشان تعرف تاخد الصورة وما تتوترش بتغمض عينيها وهو بيفرح لانه كل يوم بيكتشف فيها حاجة جديدة، وبتروح تغير الفستان علشان يكملوا تصوير. ولما بييجوا يتصوروا تاني بتبقى أجرأ من الأول علشان ما يضحكش عليها تاني، وبيندمج قوي والشكل كده الموضوع عجبه، فبتروح تستعجل المصور لحسن يتهور ولا حاجة. وبعد ما التصوير خلص بيبقى واقف بيستناها علشان يعتذر منها لو كانت مادة في التصوير وضايقها، فبتعرفه انه ما حصلش حاجة وبتعترف له بسرها، وهو ان هي كمان في حد في قلبها زي ما هو كده في واحدة في قلبه، وانها مرتاحة في علاقتهم علشان مبنية على الصراحة، وبتسيبه وتمشي. بس تقريبا كده الموضوع ما عجبوش لما سمع ان في واحد في قلبها. وفي البيت بتسأل صاحبتها راحت فين هي وشين، فبتعرفها انها راحت تجيب لها كل المعلومات عن اللي هتتجوزه، بتقول لها انه راجل كويس جدا وهو ده الزوج الصالح. وعلى الناحية التانية صاحبه بيبقى مفرفر من كتر المعلومات اللي اتاخدت منه، وتقريبا كده مينا رزعته علقة، وبيحكي له هو كمان المعلومات اللي عرفها وان في حد هي بتحبه، فبيعرفه انه عارف، فبيستغرب ان كل واحد فيهم بيحب حد تاني، ومع كده رايحين يتجوزوا بعض. وتاني يوم بيروح بنفسه للي هينظم الفرح علشان يتفق معاه على التفاصيل، وبيجيب خاتم الفرح كمان. بالليل بتبقى قاعدة تتفرج على صورهم وشايفة انه هو وسيم، بيجيلها فلاش باك وقت ما كانوا بياخدوا الصور، وبتفضل تضحك، بس ضحكتها دي بتختفي لما بتفتكر اتفاقهم انها ما تستناش منه حاجة، بتفوق نفسها انه ما ينفعش تحبه، هم اتفقوا ده مجرد تمثيل مش اكتر. فبتحاول تنام علشان ما تفكرش فيه، تهرب من التفكير فيه للتفكير في جرح الماضي وقت ما حبيبها قرر يختار احلامه وينفصل عنها. فبتفضل تعيط لحد ما بتصحى على دموعها، بتمر الايام وزعلها مسيطر عليها ومش بتبقى عارفة تركز في اي حاجة، ومديرها بيطلب منها تروح تجيب عميل، ففعلا بتروح علشان تجيبه وبتتعب من الانتظار، فبتقعد على الأرض. بيجوا شوية شباب كانوا عاوزين يتعرفوا عليها، لكن بيوصل يانكسون وبيطلعوا شغالين في شركته، فبيروح لها وبيلاقيها زعلانة وعمالة تعيط، فمش بيستحمل يشوف دموعها وبيديها منديل وقعد جنبها علشان يشوف مالها، وقال لها أنا من يوم ما عرفتك ما شفتكيش كده، دايما قوية ومتكبرة، بس عاوزك تعرفي إن معاكي، وسواء حكيتيلي أو لأ فأنا فاهم مشاعرك وإنك متلخبطة، وأنا حاسس إني موجوع علشان شايفك كده. وغطاها بالجاكيت بتاعه وفضل يطبطب عليها، ونعم الراجل الحنين ونعم الراجل الحنين. بيجي يوم الفرح والكل بيبقى فرحان، ومينا عمالة بتصور، بيوصل العريس بيبقى متوتر زيها بالظبط، وأول ما بيدخل بيديها البوكيه بيطلبوا منه يلبسها الجزمة علشان ياخدها، وبيلبسها لها وشالها هوبا ومشي. بيبدأ الفرح وبتدخل القاعة وهو مش بيكون قادر يشيل عينه من عليها، بيمدلها ايده علشان يلبسها خاتم الجواز، بيلبسوا خواتم الجواز وألف ألف مبروك. وبعد الحفلة بيرجعوا البيت بيبقوا مش قادرين خالص، بتطلب منه يساعدها تفك الفستان وبيساعدها بس بيسرح شوية، فهي بتتوتر وهو بيتوتر بيطلعوا يجروا على أوضهم. وتاني يوم بيسألها عاوزة تروحي فين في شهر العسل، فبتقوله إنها مشغولة جدا، فبيتراجع عن قراره وبيعرفها إن هو كمان مشغول ومش فاضي يعني، وبيمشي. وهي بتاخد جزمتها بتلاحظ سليبر لبنت، فبتشك إنه بتاع حبيبته
بيفضلوا على هذا الحال كام يوم، يروحوا الشغل وييجوا من الشغل وما يشوفوش بعض. في يوم بترجع من الشغل وبتلاقيه، فبتسأله غريبة جيت بدري يعني، فبيعرفها انه في مشكلة في الشغل وقال يروح يحلها براحته، وعرفها انه عمل لها اكل، لما بتروح تاكل الاكل بيعجبها، هو بيفرح انه عجبها، بتروح تسأله بطريقة غير مباشرة عن علاقتهم، هي ان لو مشروع معاه باظ فهتشوف غيره ولا هتعمل واحد من اول وجديد. فهو بيفهم قصدها وعرفها انه صعب جدا الواحد يبدأ من الصفر، فلو مشروعه باظ هيشتغل عليه لحد ما يتصلح. بالليل بتكون هي في المطبخ وهو رايح المطبخ، وهوبا بيلبسوا في بعض، وبعد شوية بيديها فراولة أمها جابتها لها، وسألها لو تحب بكرة يعمل لها فطار، فبتحن عليه وبتديله فراولاية، ومن جواها بيبقى عاجبها جدا شخصيته بس مش بتبين. وتاني يوم بتصحى تلاقيه واقف في المطبخ وبيحضر لها الفطار، بيقعدوا علشان يفطروا، في نفس الوقت ده يوصل لها مسج إنها هتروح تدي محاضرة في شركة، فبتسأله عن اسم شركته، بتعرف إن هي نفس الشركة اللي هتروحها بس مش بترضى تقوله. في الشركة بتبقى واقفة تدي المحاضرة، وواحد بيصورها وبينزل الصورة على جروب الشركة، وبيفضل يتغزل فيها وفي جمالها، والكلام ده بيوصل برضو ليه لأنه في الجروب برضو، فبيتصدم إنها في الشركة وبيروح علشان يتأكد، ولما بيلاقيها بيشاور لها علشان تيجي معاه، وبياخدها على المكتب وبيعرفها إنها تقدر تستريح هنا، وفعلا ما بتكتبش خبر وبتنام. وبيمر الوقت وبيبقى جواه كلام عاوز يقوله، فبيروح يقف فوق دماغها وهي بتحس بيه، وبتصحى وسألها ليه ما قلتليش انك جايه، فعرفته ان ده قراره، وانه قال ما نتدخلش في شغل بعض، وما حبيتش اوجع دماغك واعرف الكل ان مراتك. فاتضايق شويه بس طلب منها ما تتجاهلوش تاني وياريت تشاركه في حياتها، فبتوافق. وقبل ما تمشي سألها تحب تتعشى ايه، بعد الشغل بيكونوا جابوا طلبات العشاء، وبتبدأ تعرفه الاكل اللي هي عايزاه، عاوزه الطماطم من غير القشر، وعايزه البيض مستوي بس مش قوي، والبطاطس ما تبقاش رفيعه بس عايزاها بتقرمش، وعاوزه الاقي على الترابيزه 4 أصناف. وجاله لحظه ادراك كده حسيت فيها انه عاوز يقول لها ما انا مش ساحر، بس تقريبا كده محبش يدخل نفسه في نكد، ووافق. وفي البيت بيكون فعلا عمل لها ال4 أطباق، وكل مرة بتتفاجئ بحلاوة أكله، فسألته مين علمك الأكل، فمش بيخبي عليها وعرفها إن حبيبته القديمة اللي علمته. فسألته طب ليه انفصلت عنها، فعرفها إنه زمان كان مستقل عن أهله، يعني مش بياخد مصروف ولا حاجة، فهي كانت شايفة إن مستواهم المادي زي بعض، بس بعد التخرج اتفاجئت إنه من عيلة كبيرة، وحست إن في فرق بينهم، وبسبب كده كترت المشاكل بينهم وانفصلوا. وسألها وانتي ليه انفصلتي، فعرفته إن هو سافر وسابها، فتوتر شوية لأنهم انفصلوا علشان سافر بس، وخاف تروح منه، وبدأ يفكرها برهانها إن مين فيهم هيطلب الطلاق الأول. فاستغربت ليه جاب سيرة الموضوع ده دلوقتي، وسألها من وقت ما اتجوزها الموضوع ده ما جاش في بالها، فعرفته إنه ما جاش، فقال لها إن هو كمان مش عاوز يتطلقوا ومش هيسمح إنها تسيبه، فلقاها واخدة الموضوع أكنهم بيهزروا، فعرفها إنه بيتكلم جد ومش عايز يسيبها، فبتقرب من الريس وبتلعب في مشاعره، وبعد ما اديته الأمل أخدت الأمل وقامت وسابته يلم الأكل، فمن جواه اللي هو يا بنت الجزمة انتي رايحة فين. وتاني يوم بتصحى تلاقيه سايب لها رسالة إنه عمل لها الفطار وتفطر قبل ما تنزل، فبتفطر وبتصور له الأكل وبتبعت تشكره على الأكل الحلو ده، وعرفها إنه هيجي ياخدها بعد الشغل، وكانت هترفض بس بترجع في كلامها وبتوافق، وهو الفرحة ما كانتش سايعاه يا روحي، وضحكته من الودن للودن. وبيمر الوقت وكانت نازلة فراحت تلبس الجزمة، واتفاجئت إن السليبر اللي كانت شايفاه قبل كده ما بقاش موجود، فبتحط السليبر بتاعها هي وبتبقى مبسوطة جدا. بعد شوية بتبقى قاعدة معاه في العربية، وسألته الحب اللي بيدوم ولا التفاهم، فبيعرفها ان التفاهم والحنية بيجيبوا الحب، فبتقوله طب كويس اني قابلتك بقى، وعلى فكرة انت بدأت توحشني، فعينه بتلمع من الفرحة، ما هو بدأ يحس بمشاعر ناحيتها، فبيقول لها انه مش راجل مؤدب قوي كده علشان اسمع الكلام ده واقعد عاقل، وبيمسك ايدها، ولحظة القرب دي اكدت ليهم هما الاتنين ان جوازهم مش مجرد عقد، ده بدأ يكون في حب ومشاعر بتتولد بينهم. فبعدته عنها وعرفته انهم لازم يروحوا يعملوا تحليل الاول، فبيقول لها للاسف قافلين دلوقتي. وتاني يوم بيبقوا في المستشفى علشان يعملوا التحاليل، وهو رايح لها بيقابل حبيبته القديمه، وبيقعدوا سوا ويبارك لها على الحمل، وكان هيمشي بس قالت له انها اتجوزت دلوقتي، هو اكيد مش شبهك في حاجه بس هو راجل كويس وبيحبني وانا راضيه بالحياه البسيطه دي، فبيفرح لها انها عاشت الحياه اللي كانت بتحلم بيها، وبيقول لها ان هو كمان اتجوز
خالص، وبيبان عليه كده إنه تخطى مشاعره ناحيتها. وفي الوقت ده بتدخل عليهم ميانا، كبسة يا ريس كبسة اهرب، وبيبدأ يعرفهم على بعض وإنها زميلته، وفعلا بيسلموا على بعض. وقالت لها لو عايزة توصيلة علشان هي حامل وكده. والدنيا كانت عنب لحد ما جت تمشي، نده عليها باسمها علشان نسيت شنطتها. فاللي هو خدت الصدمة بقى، خدت الصدمة واستنت منه يبرر لها الموقف، بس ما عملش حاجة. وروحوا على البيت وهي بتبقى قاعدة تفكر في كل اللي حصل في المستشفى، وعاوزاه يقول أي حاجة علشان ترتاح، لكن هو مش بيبقى فاهم هي زعلانة ليه أصلا. وبيجيله مكالمة فبيضطر يروح الشغل، وهي بتنزل تسهر مع صاحبتها علشان تفك شوية. وهو بيرن عليها بس مش بترد عليه، وصاحبتها بتسألها ايه حصل يا بنتي، ده انتوا كنتوا كويسين وزي الفل النهاردة. فبتحكي لها اللي حصل، فبترد عليها انها مكبرة الموضوع، وهما كانوا قاعدين مع بعض عادي، وانها يعني ما قفشتوش بيخونها ولا حاجة. وبتبقى تقلت في العصير قوي، وبتفضل تصيح علشان حاسة بوجع في قلبها من اللي حصل ومش عارفة ليه. وفي الآخر بتفصل شحن، ومينا مش بتلاقي حل غير انها تكلم شين يجيب صاحبه ويجي. وفعلا بيجوا، وسألها مالها ليه شربت كده، بس مش بترضى تحكيله. فبياخدها علشان يروحها. وفي البيت كانت هتقع بس لحقها ووقع هو على الأرض وخلاها تقع عليه، وكان فاكرها هتديله سكر بس اتفاجئ إنها رجعت عليه. فخدها الأوضة علشان يغير لها هدومها، وبدأ ينظف لها جسمها. ولما قرب علشان يمسح لها الميك اب ضعف، وكان هيقرب منها بس بيمنع نفسه على آخر لحظة علشان ما ينفعش يقرب منها غير بموافقتها الأول. وبيمر الوقت وبتصحى من النوم على رسالة من صاحبتها عرفتها فيها إن جوزها جه وأخدها. فبتبص جنبها ومش بتلاقيه، وفي نفس الوقت هو بيدخل علشان يطمن عليها. فبتسأله هو أنا وحشة؟ فبيعرفها إنه لأ. فبتقوله أمال ليه مش بتاخد خطوة في علاقتنا؟ فبيبدأ يبرر لها إنه فعلا عايز ياخد خطوة في علاقتهم، بس بتوقفه إنه متردد في علاقتهم أصلا، علشان كده مش عاوز ياخد خطوة. وبيبقى كل واحد فيهم حب التاني فعلا، بس مش بيبقوا قادرين يفهموا بعض كويس. وبيسيبها مع نفسها شوية علشان تهدى، بس للأسف الست لما بتتساب بتحس بعدم الأمان، علشان كده لمت هدومها ومشيت. وهو حاول يمنعها بس عرفته إنها محتاجة وقت تفكر في علاقتهم، و3 أيام كده وهتعرفوا قرارها. وبتروح لصاحبتها، وشين بيبقى عندها في البيت، ومينا بتصوت علشان يسكت وما يقولش حاجة عن علاقتهم. وبعد كده مينا رمته بره بسرعة، وبتقعد علشان تفهم من صاحبتها ايه حصل تاني. وسألتها لو كانوا اتخانقوا، فبتعرفها إنه يتخانق معاها دي لو شايفها مراته فعلا، لكن ده ما كلفش نفسه حتى يشرح لي ليه كان معاها. فبتقول لها ان كلامها ده معناها انها حبته، فمش بتقدر تنكر. وردت عليها انها غبيه، مادام بتحبه يبقى ليها كل الحقوق عليه، وخصوصا انها مراته. فسالتها طب واعمل ايه في حبه القديم؟ فقالت لها ان هي في الحاضر دلوقتي وهي في الماضي، فعيش الحاضر وانسي الماضي. أو على الجانب التاني بيبقى قاعد مع صاحبه هو كمان، وسأله لو بيحب ميانغ، فعرفه إنه معجب بيها. فساعتها قال له أنا بسألك سؤال محدد، بتحبها ولا لأ؟ فرد عليه إن الإعجاب والحب واحد. فقال له أنا لو مكانها كنت سبتك برضو، واحد مش عارف الحب من الإعجاب، وفي أول تعارف بينا يقول لي ما تتوقعيش مني حاجة. وعرفه كمان سبب زعلها، فبدأ يفتكر كلامها. وجه واحد صاحبهم عرفه إنه بقاله كتير مغناش، فإيه رأيه لو يغنوا النهاردة؟ وفعلا بيطلع يغني، ومينا بتجيبها على نفس المكان اللي هو فيه، وبتشوفه وهو بيغني. فبتقف تتفرج عليه، وهو شافها واقفة بتضحك له، فما قدرش يسيطر على قلبه ونزل خدها في حضنه. وسألها عدت 3 أيام فإيه قرارك؟ فعرفته قرارها. وتاني يوم بتصحى تلاقي نفسها في سريره، فبيقول لها إنه صاحي من بدري بيتأمل حلاوتها وطعمتها. فبتتكسف، وكل واحد فيهم بدأ يشرح إيه كان مزعله من التاني، وبيتحل سوء التفاهم الحمد لله. وتاني يوم في الشركة بتبقى واقفة تدي محاضرة، وبتلاقيه قاعد لها، ما هو مش هيسمح لحد يعاكس الحتة بتاعته. بعد المحاضرة قرب منها وعرفها إنه محتاج محاضرة ليه على الضيق في المكتب كده. وفي المكتب بيحاول يقرب منها، فبتقوله كده هيقولوا عليا إني بميز بين الطلبة بتوعي. فبيعرفها إنها تنسى الناس وتركز معاه شوية بقى. ويجي يقرب منها بيلاقي واحد من اللي شغالين عنده مقتحم عليه المكان، فمن الصدمة بيخرج زي ما دخل. وبعد شوية وهم قاعدين في البيت بيعرفها إنه المفروض يوزعوا حلويات، ويعرف الكل إنها مراته. فبتفرح إنه عايز يعرف الكل هي إيه في حياته، علشان كده تاني يوم بيبقوا قاعدين يغلفوا الحلويات، وبيبقى الجو عنب خالص وحلوة البدايات قوي. بالليل بيروحوا يتعشوا في مطعم، فبتشوف زميلة ليها وبتروح علشان تسلم عليها. ولما رجعت قعدت معاه عرفته إن دي زميلتها ومعاها جوزها. فبيستغرب إن هي كمان ما قالتش لصاحبتها إنها قاعدة مع جوزها، وطلب منها تعرفها، بس قالت له إنه عامل زي البيبي فمش بترضى تزعله. وهم ماشيين بتعرفها إن ده جوزها،
ويا ريتها ما قالت الصراحة، لأن صاحبتها قالت لها أنا ما توقعتش إنك هتتجوزي أبدا، لأني كنت متوقعة إنك هتقعدي تستني حبيبك. فبتستأذن وبتمشي قبل ما صاحبتها تعق في الكلام أكتر من كده. وقبل ما يركبوا العربية سألها لو رجع اللي كنتي بتحبيه هتعملي ايه؟ فعرفته انها متعرفش هتعمل ايه. فاستغرب وسألها ليه؟ هو انا فيا حاجة غلط؟ وانه كمان بقى بيتمنى لو ما يرجعش اللي بتحبه ده ابدا. وسألها لو كانت تعرف هو بيحبها قد ايه؟ فعرفته انها عارفة وقفلت الكلام وركبت العربية. وتاني يوم بتبقى قاعدة مكتئبة ومحتارة في مشاعرها. وبيوصل يانج سون وبيلاقيها قاعدة زعلانة، ورغم محاولاته انه يفكها الا انها بتفضل مكشرة. وهو مش بيرضى يسألها عن سبب زعلها، فبتتضايق وبتسأله انه شايف زعلها ومع كده ما تكلمش. ففهم انها عاوزة تنكد وعدى الدنيا وسابها ومشي. وتاني يوم في شغلها مامتها كلمتها وقالت لها ان حبيبها القديم رجع وطالب يشوفها. وبعد شوية حماتها كلمتها وسألتها لو كانت كويسة، لانها عرفت ان جوزها حاجز عند اشهر دكتور نسا في البلد. فعرفتها انها بخير واخدت منها عنوان الدكتور علشان تروح تفهم الموضوع. واول ما بتوصل بتلاقي حبيبته القديمة مع جوزها عند الدكتور، فبتفهم انه لسه على تواصل معاها. وبعد شوية بتروح تقابل حبيبها القديم وقعدوا يتكلموا سوا، وعرفها انه هيشتغل ويستقر هنا خلاص. وسألته ليه طلبت تقابلني؟ فبدأ يعتذر منها، بس عرفته ان الكلمة دي سمعتها زمان فيشوف غيرها. فساعتها قال لها انه زمان سابها علشان ما كانش قادر يديها مستقبل مستقر، لكن دلوقتي هو قادر يأمن لها مستقبلها. وكمل كلامه انه قد ايه كان بيعاني من غيرها وتعب جدا علشان يخلص بحثه بسرعة ويرجع لها. فعرفته انها خلاص شافت حياتها دلوقتي. فرد عليها انها كدابة ولسه بتحبه. وقبل ما يمشي عرفها انه هيستناها ترجع له. وبالليل بيتفاجئ يانج سون انها لمت هدومها وماشية، وبدأت تقوله ان عندها رحلة ومضطرة تسافر. فسألها لو كانت بتتجنبه، فوقتها مش بتهتم بمشاعره خالص وبتقوله انها فعلا مش مسافرة ولا حاجة، بس ما عادتش عاوزة تقعد معاه الكام يوم دول وعاوزة تقعد لوحدها. فبيتعصب لان للدرجة دي ملوش حق تعرفه قبل ما تاخد اي قرار في حياتها. وسألها لو كانت بتعمل كده علشان شايفاه بيحبها. فقالت له بتحبني؟ هو انت اصلا تعرف انا بحب ايه وبكره ايه؟ فحس بالوجع والعجز، وبدأ يقول لها على كل حاجة هي بتحبها او بتكرهها. فبتقاطع كلامه بانه استخدم علاقاته علشان يحجز لحبيبته القديمة عند اشهر دكتور. فقال لها ان دي مساعدة عادية وان مفيش غيرها في قلبه، وترجاها علشان ما تمشيش، بس برضه رفضت تكون معاه ومشيت. وفضل يعيط لانه فعلا حبها وما بقاش عارف يعمل ايه علشان بس ما تتخلاش عنه. وتاني يوم بتروح المستشفى لحبيبته القديمة وسألتها لو يانج سون جالها قبل كده. فعرفتها ان علاقتها هي ويانج سون انتهت من زمان، وان يا ريت ما تفهمش الموضوع غلط، وان عمره ما جالها قبل كده. فبتعتذر منها على الازعاج وبتمشي. وبالليل بتبقى قاعدة بتسمع اغنيتها المفضلة، وهو كمان بيسمع الاغنية اللي هي بتحبها علشان يحس انها لسه معاه. وبتمر الايام عليها وهي زعلانة، وكل شوية يحصل معاها حاجة تفكرها بيه. وبوقتهم سوا والاتنين بيبقوا مش قادرين يعيشوا من غير بعض. وفي يوم بيحس نفسه معادش قادر على بعدها، فبياخد بعضه وبيروح يخبط على بابها، وهي بتسمعه بس مش بترضى تفتح له. وبيقعد قدام بيتها وبالدموع بيفضل ينادي باسمها، وبيفضل يقول لها انها وحشته. وبيعتذر لو كان اناني في حبها وما حسش بوجعها، بس عرفها انه حبها اكتر من اي حاجه في الدنيا، لدرجه انه مش حاسس ان الحياه ليها طعم من غيرها. افتحي اللي منك لله، افتحي الراجل بيموت. وتاني يوم بتبقى قاعده مع مينا، بتعرفها ان يانج سون راجل مش هتلاقي زيه، بس مهما كان قرارها فهي هتفضل تدعمها. وبعد شوية بتروح تقابل تشان، وبيقول لها يا حبيبتي الهدوم خفيفة تتعبي كده، وكان هيقلع الجاكيت. البس يلا البس بلا مرقعة فاضية، بس مش بترضى. وبيقعدوا وكانت لسه هتتكلم بس قطعها، وبدأ يحكي لها عن ذكرياتهم وأحلامهم سوا. قول الزمان ارجع يا زمان. على الجانب التاني بيكون فاصل من كتر شرب العصير، وصاحبه بيجي يتعصب عليه علشان رن عليه كتير وما ردش، لأنه كان عايز يعرفه إن مراته راحت تقابل حبيبها القديم. فاتصدم بس عرفه انه مش هيقدر يجبرها عليه ولازم هي اللي تختار. فصاحبه بينفعل عليه، ازاي يبقى جوزها وسايب مراته تقابل حبيبها السابق وقاعد قدامه بمنتهى البرود كده، وانه جبان لانه ما ينفعش يسيب حاجه هي في الاساس ملكه. وعند ميانغ بتلاقي تشان بيعرض عليها الجواز، بس بتطلع جدعة وبتوريله انها اصلا متجوزة. فبيتضايق وكان عايز يقلعها الخاتم بالعافية، فبتديله بالقلم على وشه وقالت له من يوم ما جيت وانت عمال تقولي عملت وعملت عشانك، لكن في الحقيقة انت عملت علشان نفسك بس، وزمان لما سبتني كان علشان نفسك برضو، وراجع دلوقتي تشيلني جميلة. انا دلوقتي اتخطيتك خلاص، والاحسن انك ما تورينيش وشك تاني. وبتسيبه وتمشي. وبعد شوية بتكون قاعدة مع صاحبتها في العربية، وصاحبتها بتبقى
فخورة باللي عملته في تشان. وفجأة بيسمعوا المذيع بيقول في الراديو إنه طلب منه 300 شخص يقول رسايلهم، بس الغريبة إنه 255 طلب جايين من نفس الشخص، وطبعا الشخص ده بيكون يانغ سون. وقال في الرسالة إنه عدى 172 يوم على أول يوم شافها فيه، وبعد 80 يوم وقع في حبها، وإنه ما كانش مقتنع بفكرة الجواز لحد ما حبها، والنهاردة عاوز يعترف لها بالأحلام اللي كان عايز يعيشها معاها، وهو إن كان نفسه يجيب منها طفلة وتبقى شبهها طبعا، ويقضوا الباقي من حياتهم مع بعض. فبتتأثر بكلامه جدا وبتيجي ترن عليه بيديها مغلق لأنهم بيرنوا على بعض في نفس الوقت. وصاحبتها بتكلم حبيبها علشان تعرف منه مكان صاحبه، بس بيعرفوا إنه راح يدور على ميانغ أصلا، فبتطلع تجري علشان تدور عليه، وهو بيبقى بيدور عليها، وأخيرا بيعرف يكلمها. وسألته بتحبني؟ فعرفها إنه بيحبها قوي، فبتطلب منه يقولها بصوت عالي، فبيقول بعلو صوته إنه بيحبها. وحسبي الله ونعم الوكيل، جننتي الولا. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات وتشجعوني بكلام قمر زيكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وبحبكم جدا. سلام.